2004 طبيب أمريكي من أصل قبرصي اسمه زافوس طلع في التلفزيون على قناة BBC، قال جملة هزت أركان المجتمع العلمي كله وقتها. زافوس قال: لقد استنسخنا أول جنين بشري من خلايا رجل ميت وزرعناه في رحم امرأة. لو مش واخد بالك فالجملة دي في غاية الخطورة، وعشان كده تعال نفصصها مع بعض واحدة واحدة. لقد استنسخنا، وده معناه إن الموضوع مش حمل طبيعي إطلاقا، ولا يمت الانقسام الطبيعي بصلة. ليه؟ الإنسان الطبيعي بيحمل 46 كروموسوم، هما اللي بيبنوا جيناته ويحددوا صفاته. 23 من الأب و23 من الأم بيندمجوا مع بعض ويكونوا جنين بيحمل صفات مشتركة من الأب والأم. ده اللي بيحصل في الحمل الطبيعي أو حتى أطفال الأنابيب وعمليات الحقن المجهري. أما بقى الاستنساخ وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، فده معناه إننا بنجيب خلايا جسدية من شخص، من شعره أو جلده مثلا، وننزع منها النواة اللي بتحتوي على الكروموسومات الكاملة بتاعة الراجل ده 46 كلهم، وبعد كده بيتم زراعة النواة دي في بويضة مفرغة النواة. مش مهم البويضة دي بتاعت مين، مش مهم إذا كانت أم ولا لا، أي بويضة بشرية. دور البويضة دي الوحيد إنها تغلف النواة بتاعتنا وتحميها وتحافظ عليها وتنقسم مع انقسامها، يعني ما بتشاركش بأي كروموسومات. بعد كده بنخدع البويضة دي ونخليها تنقسم عن طريق مثلا صعقة كهربية، ونزرعها داخل رحم أي أنثى، مش فارقة مين، فتبدأ تنقسم وتدينا جنين نسخة طبق الأصل من الشخص اللي احنا خدنا منه الخلايا. زافوس كمان قال أول جنين بشري، لأننا سبق واستخدمنا نفس التقنية دي في استنساخ النعجدولي، لكن على البشر ما كناش قدرنا نعمل ده لأسباب علمية وأخلاقية. الرعب بيبدأ يظهر لما زافوس يقول من خلايا رجل ميت. فخليني أحكي لك القصة باختصار. سيدة عمرها 35 سنة، زوجها توفى في حادث سير. الموضوع كان مؤلم جدا عليها، لأنها كانت بتحبه حب غير عادي، خصوصا كمان إنها ما كانتش خلفت منه، وده اللي خلاها تفكر في أفكار غريبة شوية. بدأت تبحث على النت عن طريقة ممكن تخليها تحمل من زوجها المتوفي، لحد ما ظهر قدامها موقع الدكتور زافوس خبير الخصوبة والتلقيح الصناعي، وفعلا خدت منه ميعاد وراحت قابلته وحكت له قصتها كاملة. زافوس رد عليها رد مش متوقع أبدا، قال لها إيه رأيك بدل ما تجيبي منه طفل نرجعه هو نفسه من الموت؟ وحكى لها عن المشروع اللي هو شغال عليه، مشروع استنساخ الأجنة البشرية. وفعلا الست اعجبت جدا بالفكرة، وخرجوا الجثة وخدوا منها الخلايا اللي هم عاوزينها وأتموا التجربة. في الحقيقة إن الجنين مات بعد كام يوم من الزراعة والتجربة فشلت، لكن على حد كلام دكتور زافوس فهو قال إن عنده 11 جنين مستنسخ مجمدهم وهيكمل التجارب عليهم بشكل طبيعي. بس تخيل معايا كده لو كانت التجربة دي نجحت وقدرنا نعمل منك أنت شخصيا نسخة جديدة، نفس شكلك وصوتك وأفكارك، نسخة ما تفرقش حاجة عنك، تعيد حياتك من تاني، تحس بمعاناتك من تاني. تخيل حتى بعد ما تموت وترتاح يعملوا منك واحد تاني ويخلوك تحس بكل الألم اللي مريت بيه في حياتك من أول وجديد. تقعد بقى تتعلم ABC تاني من أول وجديد، ويطلع لك شنب الإعدادية المعفن ده، كانت مرحلة وحشة أوي، وتتخرج وما تلاقيش شغل، وتفضل كل يوم بعد الساعة 12 تفكر في حياتك ومعناها والهدف منها، وأنا ليه عايش وأنا ليه موجود، وكل ما تموت يستنسخوك تاني. مش هنسيبك. الموضوع معقد جدا من الجانب الأخلاقي، وفي أسئلة كتير لازم نجاوب عليها قبل ما نبدأ حاجة زي دي. هل المستنسخ هو مجرد نسخة ولا شخص كامل وليه مشاعر ووعي وحقوق زيه زي أي حد؟ الشخص ده مين هيكون أبوه ومين هتكون أمه؟ لو استنسخنا أينشتاين مثلا، هل لازم نجبره يبقى زيه ولا نسيبه يعيش حياته بطريقته؟ هل الموضوع ده بعد كده ممكن يفتح باب لتجارة البشر ونلاقي شركات استنساخ بتصمم أطفال حسب الطلب؟ أنا عاوز أبني في ذكاء أحمد زويل ودرجة لون تامر هجرس. طيب لو المستنسخ ده ارتكب جريمة نلوم مين؟ هل هو المسؤول عن أفعاله، ولا نقول إن الجينات اللي احنا استنسخناها دي هي السبب؟ وغيرها من الأسئلة اللي لازم نلاقي لها إجابة قبل ما نبدأ حاجة زي دي. أنا شخصيا ما عنديش مانع يستنسخوني لو أنا اللي هربيني. كان في سكوتر زمان كان نفسي فيه وأنا صغير، هجيبهولي وهدخلني مدارس لغات وهسفرني بره، ولما أكبر في السن أنا اللي هشيل نفسي، ربنا ما يحوجني لحد. بس الحمد لله إن التجربة ما نجحتش، وإننا بنعيش مرة واحدة ونموت مرة واحدة، فنعيش بقى مبسوطين، وإن شاء الله في المستقبل محدش يجي يعمل علينا تجارب بعد ما نموت. وبس، سلام.